واشتغل التزمير طوط 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 طوط. عالم عم تقول كانت بلبنان انه سعر الزميرة ارتفع من $1 لل$50. زميرات ايه، واللي ما بيعرف قصة التزمير يشوف شو معناتها قصة التزمير. نحن وقت بنحكي هالحكي نحن مو ضد الشعب اللبناني، على العكس. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة وموضوع جديد كالعادة. معي أنا علي. بداية الحلقة بنتمنى منكم يا أحباب يا كويسين يا طيبين تحطوا لنا لايك وشير، والأهم سبسكرايب، لحتى تضلوا تشوفوا فيديوهاتنا القديمة والجديدة ومواضيعنا الكتيرة اللي جاية. القصة وما فيها يا أكابرجية إنه في كتير عالم بالوطن العربي وخارجه ومعروفين مين هن بدون ما نذكر أسماء أو طوائف، بينتعجوا من هذا العلم يلي رح يبقى فوق راسهم وغصب عنهم وبالصرماية عالي ورح يضل عالي. وكل نجمة من هذا العلم الحلو بتحسه بيطعجن، يعني علم حلو أخضر أبيض أسود وثلاث نجوم حمر، ويلي مو عاجبينه النجوم بيعرف شو يساوي فيهم. حلقتنا اليوم عن صواويخ هيفا. هيفا وهبي. أنا هيفا، أنا من غيري أنا قلبي اللي ابتلى بعيون حلوين. لا والله يمكن ما هيفا، يمكن قصدهم حيفا على ما أظن. وين حيفا وحيفا؟ دقيقة. يلي عم نحكي عنهم اليوم بيقصفوا بس ما بيصيبوا، بيعووا بس ما بيعبوا، حيوانات أليفة بيزمروا بس بدون صوت، حزب الله وصواريخ هيفا للكوميديا عنوان. طول بالك. غزة تحترق. وين؟ ليش ما وين صواريخ هيفا؟ يا أخي طول. هيفا وما بعد هيفا. هيفا عند الخليجيين، هيفا عند الرقاصين. روح يا زلمة، بتعرف وين هيفا كانت؟ ما لا لك شغله هيفا. يا اخي. حطوا الأحزمة يلا ننطلق. صواويخ هيفا. راح ينطوا لي هلا كم واحد بالتعليقات ومعروفين مين هن ولمين بينتموا. اسمع انت وياه لك. فكركم نسينا اهلنا بالقصير وبالحوله شو عملتوا فيهم وبالاطفال؟ ويلي ما بيعرف النت موجود واليوتيوب موجود، ابدا ما رح ننسى ولا يوم. أن نصدقك يا حسن نصر الله إذا كان جنودك يقتلون السوريين في حمص وجاي تقول لي بدي دافع عن فلسطين. نسيتوا انت وياه بال2006 مين يلي استقبلكم؟ هدول نحن يلي استقبلناكم، مو من نية ولا أي شيء، على العكس تماما. هذا يلي بيفرضوا عليه ديننا. كنا مفكرينكم منا وفينا، بس للأسف طلعتوا غير هيك. على فكرة بال2006 نحن يلي استقبلناكم، الشعب السوري الحر، مو أبو الكلاسين يلي راح على موسكو. بما أنه طريق القدس كان بيمر على جثث أطفال من حمص وحما وحلب وإدلب وبقية المحافظات السورية، والله العظيم تكويعاتكم انتو جماعة تكويع قوية. يعني بينكم وبين القدس يمكن ما أظن 100 كيلومتر، تروحوا بتكوعوا للشمال السوري وانتو نازلين لتحت لتروحوا على القدس. عمين عم تضحكوا؟ والله ما بيصدقكم إلا كل غشيم وقليل عقل أو مجنون. يعني بعد ما كوعتوا التكويعة القوية من الشمال السوري لنص سوريا للقدس، لك ايش قصة التكويع مع هالجراثيم وهالحسالات هدول؟ على العموم يلي عملتوه بأهلنا خلال 14 سنة من عمر الثورة ما رح ننسى، وصدقوني رح نحكي لأولادنا والأجيال القادمة. ليش؟ لحتى ما تضحكوا على حدا من أولادنا أو الأجيال القادمة. كلياتنا شفنا كيف شيعوه للمعتوه حسن نصر الله، واجتمعت لك هالعالم واشتغل التزمير طوط 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 طوط. عالم عم تقول كانت بلبنان انه سعر الزميرة ارتفع من $1 لل$50. زميرات ايه، واللي ما بيعرف قصة التزمير يشوف شو معناتها قصة التزمير. بس بمجرد انك تكتب على جوجل حزب التزمير او حسن زميرة بيطلع لك تفاصيل كاملة. لك انت وياه من كم يوم دخلتوا على ريف حمص، ليش؟ لك مشان مين عم تقاتل يا حمار؟ مشان مين؟ مشان جهات خارجية؟ لك انت وقود يا حمار، انت وقود. بس بصراحة شباب الجيش العربي السوري ما قصروا، والله شوون شوي وفرموون فرم. لك هي أرض مقدسة، ولك ما بكفي دعسنا عليكم من 14 سنة ولليوم كأنكم انتم ما بتحبوا تعيشوا بسلام، لازم يضل حدا داعس على راسكم. لك العمى ضربكم. نحن بنحكي هذا الحكي مو لأنه نحن مالنا مقاومين أو مع العدو الإسرائيلي، على العكس تماما، نحن أهل المقاومة، واسألوا التاريخ وبيعرف مين نحن. القصة وما فيها انه حزب اللات الايراني هو جهة ما لها مقاومة، جهة تابعة لايران. يعني ايران اذا بتقول لهم انتوا علي شلون اكثر من هيك ما عندهم. يعني والدليل وقت ضربوا لهم كم صاروخ من صواريخ هيفا وهبي، عفوا
صواريخ حزب اللات يلي رموا لهم 4 قذائف أو 4 صواريخ ضربت 4 شبابيك وجرح قطة وقطع شجرتين. هي إنجازاتهم. عم يضحكوا على هالعالم على أساس هن مقاومين، ومعلمينهم يلي باركين بإيران ضربوا لك كم صاروخ أو كم خيارة، وقعوا نصهم بالأردن والباقي راحوا على البحر، وبيقولوا لك نحن جماعة المقاومة. لك دعسوكم يا حيوانات، دعسوكم، مو هيك المقاومة يا جحاش. يعني اليوم إذا أنت ما بإمكانك تقاوم عسكريا، فيك تقاوم العدو بعدة أمور. فيك تقاوم عدوك علميا، فيك تطور أبحاثك. لك أنت إيش عندك يا حمار لتقاوم إسرائيل؟ أنت إيش عندك؟ دول بذاتها ما بتقدر تحارب إسرائيل. بعدين وقتك تقاوم ما لازم تكون أنت مربوط بجهات خارجية. مربوط ايه مربوط مثل ما بيربطوا الكلب. وقت ما بيكون عندك قدرة أنك تقاوم عدوك عسكريا، بإمكانك تقاومه بعدة شغلات تانية. قاومه علميا، بإمكانك تقاومه سياسيا، أو توحد على الأقل أطياف الشعب اللبناني. يعني اليوم نحن بنعرف لبنان بلد عربي شقيق مقسوم لعدة طوائف وديانات، يعني البلد يحكم على أساس الطائفة والدين. يعني أنت اليوم هذا الوضع المستفيد منه الأول هو العدو الإسرائيلي. الأحرى أنك أنت تزبط خطوطك ووضعك الداخلي، بعدين تفكر أنك تقاوم إسرائيل. بالله إيش في عنكم أنتوا أسلحة حتى تقدروا تقاوموا إسرائيل؟ مين يلي عم يدعمكم؟ حتى لو إيران عم تدعمكم، هل هذا الشيء كافي؟ هذا الحكي موجه للعقلاء يمكن يشوفوا كلامي صح. انت اليوم وقت تبني بلدك، بتأسس حياة صحيحة لأطفالك وبتعمر بلدك، ممكن بالأيام بعد 20 أو 30 سنة بعد ما تطور قدراتك بإمكانك تقاوم إسرائيل. تقاوم، مو حامل لي كم فتاشة وكم صاروخ بتضربهم ليردوا عليكم بعشرات الصواريخ وتهجوا هالأطفال ويموتوا هالأطفال وهالأهالي تتشرد هالعيال. لك يا حمار اصحى يا حمار. نحن وقت بنحكي هالحكي نحن مو ضد الشعب اللبناني، على العكس نحن مع الشعب اللبناني، والشعب السوري عبر التاريخ شقيق ومؤازر للشعب اللبناني. للشعب اللبناني، مو لجماعات إرهابية. الشعب اللبناني شعب معروف، أهل النخوة والضمير الصاحي يلي ما ممكن يسمحوا لحزب مثل حزب اللات يودي البلد بداهية. وكل التحية لأخوتنا اللبنانية الشرفاء منهم. وبالنهاية هذول الكلمتين يلي حكيتهم من مواطن سوري حر ما بيمثل إلا حاله ونفسه فقط. وبنهاية حلقتنا اليوم بتمنى تكون الرسالة وصلت، ويكون في عالم عنده عقل وبتعرف تشغله. وبنهاية حلقتنا اليوم نتمنى تكون الحلقة عجبتكم، نتمنى منكم تعملوا لنا يا أكابرجية لايك وشير وسبسكرايب لتشوفوا حلقاتنا القديمة واللي جاية. نشوفكم بحلقات جاية. سلام.